حياة حبيبك النبي ما تضيري على الفيديو ده من غير ما تشوفي العظمة دي انا عملتها ازاي، وتعملي حركة الاكسبلور وكومنت حلو حلو. يا حلوة انت وهي اعرفك الرز المعمر بتاع الفلاحين بيتعمل ازاي. هتاكلي شوية رز قمر، اللحمة دايبة دوب، وتاكلي من تحت اللحمة شوية رز زي الزبدة. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بقى نشمره ايدينا ونشوفوا هنعمله ايه. معايا شوية رز حطاهم يا بنات 3/4 الجرام اللي انتوا شايفينه ده. ماشي، هنمسكوه ونغسلوه كويس ونصفوه. بعد ما غسلناه وصفيناه جيبي 3 معالق قشطه. تمام كده، 3 معالق كبار. وهتمسكي الرز ده تمسكيه كده تدعكيه بالقشطه دعكه حلو زي ما انتوا شايفين كده. مسكت الرز دعكته حته دعكه يا بنات بالقشطه، خليته هو والقشطه واحد. غلفت الحبيبات الرز كلها بالقشطه. تمام كده، خلاص كده زي الفل. معانا نغسله ايدينا ونجيبوا الطاجن بتاعنا. معايا الطاجن يا بنات، هبدأ احط فيه حتة سمنة في القعر كده. تمام تمام. دي لما بتخليش الرز يلزق ما بياخدش قعر. طلعي الرز زي وشه، يعني هتطلعيه احمر ذهبي من فوق وذهبي من تحت، ما ياخدش قعر جامد يا بنات. حطيت له بقى كبشة شوية رز صغيرين كده، ما يكونوش كتير، بحيث ان الطبقة تكون صغيرة عشان الحرارة توصل للحمة وتستوي بسرعة. ايوه كده تمام. هنجيبه بقى نص كيلو لحمه بتاعنا او الكيلو الا ربع اللي انت عايزاه على حسب الطاجن بتاعي. انا جايبه نص كيلو يا بنات، حطيت النص كيلو كله بالطريقه اللي شايفينها دي، وحتت كبيره ما هي الصغيره. قمر كده. بعد ما رصيت اللحمه هنرش عليهم شويه فلفل اسمر زي ما انتوا، والكميه على حسب رغبتكم. احنا بنحبوه فلفله كتير، ممكن تحطي فلفل ابيض على حسب رغبتك. وهحط عليه شويه بهارات سبعه من فوق بس مش كتير. ايوه كده، قمر كده يا بنات. ملحي اللحمه بتاعتك، حطي معيار الملح اللي يظبط الملح بتاع بتاع اللحمه بتاعتك. كده لحمتي هتبقى طعمها زي السكر. هزود بقى الجزء التاني بتوع الرز. يلا حطي بقى الرز بتاعك، والكميه ما شاء الله طلعت مظبوطه 100%. تبارك الرحمن. خلاص كده يا بنات، هتاكلي شويه رز معمر زي الكتاب ما قال. ما تنسينيش بقى في كومنت حلو تدعي لي دعوه حلوه من قلبك، والاكسبلور والكومنت بقى تدخلي قولي لي كده يا مسك انا جربته. حطيت بقى شويه ملح من فوق بتوع الرز. احنا حطينا شويه ملح بتاع اللحمه يعني هتملحي اللحمه. انا هحط بقى شويه ملح للرز كمان. تمام تمام. هتجيبي كيلو لبن وهتحطيه كله. ماشي، اهم حاجه ما تحطيش ميه. مش عايزين بقى نحط ميه كده، عايزين ناكله شويه رز معمر زي السكر. احلى من اللي انت بتجيبيه من بره. خلاص كده نولعوا الفرن بتاعنا. تمام يا جماعه، ولعنا الفرن بتاعنا. ولو انت عندك فرن عادي هتولعي الشوايه هتديله وش وبعد كده تحطيه على الصاجه من تحت. لكن لو عندك فرن من زي بتاعي كده هتولعي من ناحيتين. كده البرام بتاعي خد وش، عمل وش وخلاص اتشرب. هسيبه شويه بس يتلدن كده، وبعد كده هجيب له الغطا غطيه بحيث ان هو يتكمر والرز بتاعي يستوي. خلاص كده يا بنات، انا هحط له غطا من فوق عشان خاطر يستوي. بعد ما سبته كده ربع ساعه ولا نص ساعه هجيب السمنه بتاعتي واحطها له. دي اسمها، دي عندنا يا بنات في البلد اسمها الزجيه بتاعه البريمه، وده ما عندناش اسمه طاجن، اسمه برام. خلاص كده تمام. تمام يا جماعه، هغطيه بقى واسيبه بقى كده يعني تقريبا كده ساعه وربع يا بنات، بياخد وقت في الفرن. بعد ساعه الا ربع يا بنات زي الفل، بصيت كده عليه وشفت الرز استوى. تمام. خد منك ميه يا مسك، خد مني ربع كوبايه ميه يا بنات، مش اكتر من كده، مع الكيلو لبن. تعالوا بقى يا بنات، عايزين بقى اللحمه تدوب بعد الساعه وربع بعد ما يطلع من الفرن. تجيبي له حته كده تقيله وتكلفتيه فيها وتقلبيه على الطبق اللي انت حاطاه، وتسيبيه كده قيمه نص ساعه، ساعه، ساعتين، 3، على حسب ما تبقي عايزه تاكلي، يعني على تغرفيه على الاكل بتاعك. بعد ما سبته ساعه ونص يا جماعه كده مع نفسه يرتاح. تمام. تعالوا بقى شوفوا العظمه. بصوا، بص جماله.
وحد يقول لي ان هو معجون، ده الرز مفرفر فرفره يا بنات، بيتكلم عن نفسه. شوفوا جمال الرز. تعالوا بس اوريكم كده، قربوا بقى عندي كده وشوفوا اللحمه، كله على عينك يا تاجر. اللحمه مستويه ودايبه. بصوا بالصلاه على النبي، صلى على النبي يا حاجه. اكتبي لي كومنت حلو كده بقى تشجعيني فيه، حركه الاكسبلور، وعايزه الفيديو ده بصوا يا جماعه مشاهدات كتير كده، وتعملوا لي ايه يعني، تعيدوا النشر فيه، عيدوا النشر فيه يا بنات. انا عملت لكم الرز المعمر على اصوله، عسل عسل عسل. بصوا انا بوريكم الرز مفرفر ازاي. يلا بسيبكم في رعايه الله، سلام.